السلام عليكم. يا ترى عمرك حسيت إن ابنك أو بنتك بيجيلهم دور البرد كتير وكأن جسمهم ملوش درع قوي بيصد الأمراض؟ بصراحة الموضوع مش في البرد بس، الموضوع كله في ضعف الحصن الأساسي ده اللي هو المناعة. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنجيب الخلاصة في أهم النصايح اللي تعتبر إسعافات أولية صحية، وهنتكلم بالتحديد عن تقوية المناعة خاصة في سن الطفولة اللي بيحتاج مننا رعاية مختلفة. أولاً، النظافة والجو النظيف، البيئة السليمة. يلا نبدأ باللي حوالين الطفل، الجو النقي. مناعة الطفل بتتبني من نفسه ومن رئته. لازم نبعد أولادنا عن أي ملوثات في البيئة والهواء الملوث على قد ما نقدر. طبعا ده يشمل دخان السجاير ممنوع نهائي، والأماكن اللي فيها عوادم عربيات كتير. خد بالك من الملحوظة دي، مش لازم نبالغ ونعقم كل حاجة حوالين الطفل بشكل جنوني. جسم الطفل محتاج إنه ياخد جرعات بسيطة من الميكروبات علشان يتدرب جهازه المناعي ويبقى أقوى في مواجهة الأخطار الحقيقية. ثانياً، الأكل الصحي، أقوى علاج في بيتك. أكل الطفل النظيف هو أهم خطوة. لازم نقلل السكريات المصنعة والمشروبات الغازية على قد ما نقدر، لأنها بتهد حيل الخلايا المناعية. طيب إيه هي الأكلات القوية اللي بتقوي المناعة؟ ركز معايا في دول. فيتامين سي، ده اللي موجود في الليمون والبرتقال وكمان الفلفل الرومي. الزنك، هتلاقيه في البقوليات والمكسرات طبعا حسب سن الطفل. مضادات الأكسدة، خاصة اللي في التوت والفراولة وكمان الخضروات الورقية الغامقة. كمان ما ننساش خير الطبيعة، في بعض الأعشاب القوية اللي بتشتغل كمضاد حيوي طبيعي وبتدعم المناعة، ومن أقواها اللي ممكن تدخلها في أكل طفلك بالكميات المظبوطة وبعد سؤال متخصص: الزنجبيل والكركم والعسل الطبيعي النقي. ونفتكر العسل لازم بعد سن سنة. افتكروا يا جماعة، النصائح دي كلها هي للإسعافات وتقوية الحصن الأساسي لجسم طفلك. لو ظهرت أي أعراض مرضية شديدة أو السخونية فضلت مستمرة، ما تتأخرش أبداً واستشر الدكتور المختص فوراً. مفيش أي حاجة تغني عن تشخيص الدكتور. لو حسيت إن المحتوى ده مفيد، ما تنساش تدعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس.